بسم الله الرحمن الرحيم. اتصلت علي إحداهن تقول: نحن في خطر، نريد أن نعف أنفسنا بالزواج، ادعوا لي يا شيخ. قلت: عسى الله أن ييسر الأمور. اتصلت علي بعد حين باكية قائلة: تقدم لي حافظ للقرآن ذو خلق وأدب عظيم يشهد له القاصي والداني، رده أبي قائلا: أنا لا أعطي هذا، اقطع الأحلام، والله لأزوجنك إلى قاطع طريق وشارب خمر ولا أزوجك لحافظ القرآن. أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون. انصحوا أبي يرد الخطاب عني، وأنا والله في خطر عظيم. كنت صغيرة في السن حين تقدم لي الخطاب فردهم أبي: أريدها أن تكمل تعليمها، تخرجت، أريدها أن تكمل الوظيفة. ولا زال الخطاب يتقدمون وهو يردهم عني. بلغت 30 وبدأ الخطاب يقولون عني، حرام عليه، بل ربما يتقدمون وأنا لا أعلم عنهم. حتى بلغت 40 فجاءته الساعة التي لا بد أن تأتي لكل واحد من ساعات الاحتضار. في تلك اللحظة تذكر الأب ذلك الظلم الذي أوقعه على تلك الفتاة، مظلوم، فأخذ يعتذر إليها في آخر اللحظات. قال: سويحباتي أمهات وجدات وأنا بين الجدران الأربعة، والله لن أسامحك، مت غير مغفورا لك، يا الله، والله لن أدعو لك ولن أستغفر لك، وإذا وقفت أنا أمام الله فسأخاصمك أمام الله، حرمتني حقا من حقوقي. بطول الهموم تطول الليالي، وتعي الأماني ورود المحال، وعصف الشعور يدر الدموعا، ويدعو أوار الأسى لاشتعالي. أعذار واهية، تعتذر البيوت بصغر الفتيات، أعذار، أريدها أن تكمل التعليم، أعذار، والله لو تكلمت الصغيرة وما ردها إلا الحياة لقالت لأبيها أريد الزواج، أن أمنيتها رجل صالح وبيت صغير تأوي إلى ذلك الرجل ويأوي إليها. أردت ارتياد الحياة بزوج مهيض الجناح صدوق الفضال، يفيض علي بعطف وحب ويؤوي بي. زوج الشباب. ما الضابط للرجل حين يتقدم؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يتقدم الشاب اليوم فلا يسأل عن خلقه ولا يسأل عن دينه، يقال له: ابن من وممن وما هي وظيفته، ووضعنا الدين في آخر الدرجات. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. زوج الشباب. غلاء المهور آلاف مؤلفة، من أين للشباب مئات الآلاف من الريالات؟ يسرقون أم يلجؤون إلى الزنا ونحن السبب دفعناهم إليه. حرام عليكم، أعينوا الشباب، أعينوا، ساعدوا الشباب، زوجوه، احفظوا الفتيات. الزنا في كل مكان، أولاد السفاح في كل مكان، على أبواب المساجد، المزابل والقمامات. أعراضنا تنتهك، شبابنا لا يجدون ما يسد حاجتهم، وفتياتنا في الأسواق كاسيات عاريات. يسروا أمور الزواج، يسروا أمور الزواج. تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم زوج الشباب لفضيلة الشيخ خالد الراشد. اللهم من يسر على الشباب فيسر عليه، ومن عسر عليهم فرده إلى الحق يا رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، جريمة الزنا من أعظم الجرائم وأبشعها وأفظعها. ضررها معلوم، تنتهك بالزنا الأعراض وتضيع به الأنساب، تنتشر الأمراض التي ما سمعنا بها في آبائنا الأولين. والقاعدة الشرعية تقول أن الله إذا حرم شيئا حرم كل الأشياء الموصلة إليه، فسد الله أبواب الزنا، بل قال لا تقربوا الزنا، وأوجب عليه أشد العقوبات. حرم الله الاختلاط، وحرم الخلوة بالمرأة، وحرم السفر بدون محرم، وحرم التبرج والسفور، بل حرم النظر إلى ما لا يرضي الله جل في علاه. وزيادة على هذا كله شرع أشد العقوبات على من يرتكب هذه الجريمة العظيمة، الرجم حتى الموت. لأن الجريمة بشعة كان تطبيق الحد من أبشع الطرق، الرجم حتى الموت. مما لا يختلف فيه أن الرجل بحاجة إلى المرأة، وأن المرأة بحاجة إلى الرجل. فطرة الرجل تسدها المرأة، وفطرة المرأة يسدها الرجل. غريزة موجودة في الذكور وفي الإناث. إن لم تسد هذه الغريزة بما شرع الله سيلجأ الناس وضعاف الإيمان إلى سدها بالحرام. من أجل ذلك شرع الله الزواج حين حرم الزنا وسد الأبواب الموصلة إليه. شرع الله الزواج، فهو سنة الأنبياء وسبيل المؤمنين واستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نعم، بارك الله فيك. فشرع الله الزواج لتلبية الحاجة في نفوس الرجال وفي نفوس النساء. فلا خلاف على مشروعية الزواج وعلى فضل الزواج، بل نهى الله عن العضل الذي هو منع المرأة وحبسها عن الزواج. فقال الله: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقدس الله وعظم ذلك العقد بين الرجل والمرأة، وسماه الله ميثاقا غليظا لعظم شأنه وحرمته عند الله جل في علاه. فقال سبحانه: وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولأهمية الزواج أيضا قدمه كثير من المحدثين والفقهاء على الجهاد، لأن الجهاد يحتاج إلى الرجال، ولا سبيل لإيجاد الرجال إلا عن طريق الزواج. ومن فوائد الزواج ومحاسن الزواج أنه من أسباب الغنى وسد الفقر، كما قال الله: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. بالزواج يحفظ النسل، تصان الفروج، تحفظ الأعراض، ويحصل الإحصان، ويأمن المجتمع من جريمة الزنا. عباد الله، معدلات الزنا في ارتفاع، معدلات الزنا في المجتمع في ارتفاع يوما بعد يوم. ولقد اطلعت على تقارير الهيئات وضبط للمشاكل والخلوات، أكثرها فتيات وشبان
في شقق وفي سيارات